صباح الفل على كل حبايبي اللي بيتابعوني، وجمعة مباركة عليكم. بإذن الله هقدم لكم النهاردة تقرير سوق الجمعة بتاريخ 17/10/2024. بس قبل ما نبدأ ما ننساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات كتير. وكل اسبوع زي ما احنا عارفين ان احنا بنعمل تقرير لسوق الجمعة علشان نعرف ونساعد اخواتنا الهواة ازاي يبيعوا الطيور بتاعتهم ويبقوا فاهمين الدنيا ماشية ازاي ويعرفوا الاسعار بتاعة السوق اخبارها ايه. مبدئيا يا جماعة هنتفق كده على شوية حاجات النهاردة. ركز معايا في الاول كده قبل ما نبدأ التقرير علشان تبقى فاهم الدنيا بتاعت التجار ماشية ازاي وفكرة الاسعار وتقلباتها ماشية ازاي. مبدئيا النهاردة السوق كان ما شاء الله كويس جدا. كان في لم على اغلب انواع الطيور، طيور كتيره جدا عليها لم. الاسترالي عليه لم بانواعه، الاسترالي الفلل برضو عليه لم، الكوكتيلات عليها لم، الروز. طيور كتيره جدا بانواعها عليها لم لان في طلبيات كتيره يعني موجوده الفتره ديت. وزي ما انتم عارفين ان احنا في بدايه الموسم، فالطلبيات في ازدياد مستمر. وطبعا كل تاجر بيبقى يعني عايز يلم الطلبية بتاعته بسرعة، فبالتالي الأسعار بتقل والعصافير كميتها بتقل طبعا، فالايه الطيور سعرها بيرفع. فالأسعار اللي أنا هكلمها لكم النهاردة أو هقولها لكم النهاردة هي أنا هحاول أقول لكم أقل سعر تبيعوا بيه، يعني محدش يقلل عن أي سعر أنا هقول لكم عليه النهاردة. يعني هقول لكم ما تبيعش أقل من كذا وأعلى حاجة بيوصل لها كذا. عرفت تبيع اعلى من كده ربنا يرزقك، دي حاجه كويسه. لكن يعني ربنا يكرمكم كده، ركزوا وما تبيعوش باقل من الاسعار دي علشان في تجار هيقولوا لكم اسعار اقل من كده. ليه؟ لان التجاره شطاره زي ما بيقولوا. فالتاجر والله هيقول لك انا، في تاجر يقول لك انا هاخد منك بكذا، انت وافقت انت حر، يعني انت حر. لكن احنا في فترة زيادة اسعار، فلازم تتمسك بسعرك وما تبيعش بالبخس. ما تقبلش ان التاجر يضحك عليك ويبيع بالبخس. يعني برضه علشان في ناس تيجي تقول لي ايه، لا انت السعر اللي انت بتقوله ده سعر عالي، وانا سألت واحد ما قاليش كده. ما هو طبيعي ان انت في ناس تعرض عليك سعر قليل وناس تعرض عليك سعر كويس. بس انا ايه لازمه؟ طب ما انا ايه لازمه التقرير اللي انا بقدمه لك، او ايه لازمه الفيديو اللي انا بعمله اصلا؟ انا بعمله عشان اوعيك، اقول لك ما تبيعش اقل من كده علشان ما خليش حد يضحك عليك. بس ده كل الموضوع. لكن انت نفترض ان انت يا سيدي مزنوق في فلوس وعايز تبيع، خلاص بيع. يعني دي حاجه انت حر بقى، بس انت تبقى عارف من جواك لا ان طيوري كانت تستاهل اكتر من كده، بس انا مثلا مش فاضلهم، مثلا مزنوق في فلوس شويه فهضطر ابيعهم وخلاص ورزقي على الله. فهمتوا؟ فالطيور كلها الاسعار اللي انا هقولها لكم ما تبيعوش باقل من الاسعار دي. هات ورقه وقلم واكتب معايا الاسعار للطيور اللي انت محتاجها علشان انت ما تنساش وتلاقي نفسك ايه فجأة اتسوحت معايا وما ركزتش. حبة حبة كده ونركز مع بعض. بسم الله هنبدأ مع بعضين. هنبدأ على طيور البادجي. طيور البادجي يا جماعة عليها لم كبير جدا، الاسترالي عليه لم كتير جدا. والمفاجأة ان غالبا حاليا التجار مش هتلاقيهم بيميزوا قوي. يعني يقول لك عايز استرالي اقرع، فهتلاقيه بقى بيلم لك اللاتيني زي الالبينو، زي تركيبات الريمبو، تركيبات الشكري، استرالي اخضر، استرالي ازرق، ما بيفرقش. طالما عصفور استرالي اقرع عادي هتلاقي كله بيعاملوه بنفس الفكرة. بس انت تكون ناصح، انت تكون ناصح تبقى عارف الطائر اللي في ايدك نوعه ايه. ده لاتيني، البينو، مثلا تركيبات ريمبو، مش عارف ايه، انت تبقى عارف. تمام؟ انت ارتضيت تبيع بالاسعار اللي هو اللم كله في بعضه، انت حر. وفي تجار تانية بتفرق عادي. تمام؟ بس انا عشان برضو بوضح لك النقطة. يعني ممكن تاجر يقول لك انا هشيل المجموعة كلها في قلب بعضها بكذا. فاهم ازاي؟ فركز بقى معايا علشان افهمك الدنيا ماشيه ازاي. الاسترالي الزغاليل اللي هو الصغير، يعني الزغاليل ده اللي هو عمر ايه، عمر مثلا شهرين ثلاثه كده. وخد بالك كل الاسعار اللي انا هقولها من اول دلوقتي لاخر التقرير ده هقول لكم اقل اسعار ايه. وتاني حاجه هقول لكم كل الاسعار دي للجوز، يعني ده للجوز مش للفرد، عشان في ناس بتسالني تقول لي ده للجوز ولا الايه ولا للفرد الواحد. لا، الاسعار دي كلها للجوز.
طيب الاسترالي الزغاليل حاليا ما يتباعش اقل من 120 جنيه، ما يتباعش اقل من 120 جنيه. لو اخضر وازرق يعني ممكن 110، لكن انا شايف في رايي ما تقللش عن 120 جنيه في اي زغاليل استرالي. تمام، سواء بقى فواتح اخضر وازرق اي حاجه ما تقللش عن 120 جنيه. طبعا في التداول لو عندك تركيبات وحاجات تانية علي السعر شويه، لكن انا بقول لك لو انت هتبيع لتاجر كميات ما تقللش عن 120 جنيه في الزغاليل. طيب نيجي للشغال. الشغال ما تقللش عن 150 جنيه للاسترالي اللي هو العادي. الفواتح بقى اخضر ازرق ما تقللش عن 150 جنيه للجزء الشغال. ممكن في التداول يوصل ل 170 جنيه 180 على حسب طبعا درجة بقى اللون. عندك مثلا حتة سبانجل جولدن كده شكلها حلو، ما تبقاش زي مثلا حتة خضرا، فهمتوا؟ ده في التداول. لكن التجار ما تقللش من 150 لو هيشيل في ايه، في قلب بعض. طيب احنا كده ده الاسترالي الاسترالي عموما العادي. نيجي بقى للعين الحمراء. العين الحمراء لو للتاجر زي ما قلت لك الصغير ممكن هياخده 120 130، لكن تداول انت ممكن تبيع الصغير مثلا ب 150 جنيه والكبير ب 200 جنيه. نيجي للتركيبات الريمبو. تركيبات الريمبو ما تقللش عن 200 جنيه، ما تقللش عن 200 جنيه للجوز الشغال و150 جنيه للجوز الصغير. طبعا التاجر ممكن يقلل شوية مش مشكلة لو انت عايز ايه تاجر، يعني لو عندك التركيبات وايت فيس، يعني لو تركيبات وايت فيس ماشي مشيها مع الاسترالي العادي مش مشكلة، لكن تركيبات جولدن لا، بيعها تداول احسن لك لو التاجر مش عايز يلمها. معانا برضو تركيبات الشكري برصاصي. تركيبات الشكري برصاصي ما تقللش عن 200 جنيه للجوز الشغال و150 جنيه للجوز الصغير. عايز برضو ترتضي زي ما قلت لك تبيع للتاجر زي ما قلت لك ماشي انت حر، لكن انا شايف ان انت ما تقللش عن 200 جنيه للكبير و150 جنيه للصغير. برضو الفالو ب 250 جنيه الجوز الكبير ما تقللش عن كده، والصغير ما تقللش عن 150 جنيه. الريمبوهات ما تقللش عن 300 للزغاليل. تمام، والكبير ما تقللش عن 500 جنيه للشغال. لو حاجات فول بادي 400 مثلا، يعني ايه مستويات مش قد كده. لو حاجات كلير وينج وحاجات بقى فايولت مثلا يعني اللي هي الريمبو البنفسجي لا ما تقللوش عن 600 جنيه، لان الريمبوات يا جماعه مستويات فكل حاجه ليها الدرجه بتاعتها. فلو مستوى تعبان في الريمبو ما تقللش عن 400، لو مستوى كويس 600 جنيه. ممكن تقسم البلد نصين يبقى 500 جنيه كويس مش مشكله. نيجي للبلاك وينج. البلاك وينج اقل حاجه 300 جنيه للصغير للزغاليل، الكبير ما تقللش عن 500 جنيه، ممكن يعلى معاك ل 600 جنيه. لو حاجات اخضر ممكن 400 ماشي، حسب برضو ايه المستوى. يعني اقل سعر خالص 400 جنيه، اعلى سعر 600 جنيه. ده بالنسبه للبلاك وينج. نيجي للبلاك فيس. البلاك فيس مش اقل من 800 جنيه، مش اقل من 800 جنيه للبلاك فيس. طبعا ده انا بتكلم على الشغال الصغير ما اعرفش بكام، ممكن هتلاقيه ب 500 مثلا، بس هو غالبا الكل بيطلعه كبير. من 800 ل 1200 جنيه. علي بقى السعر اقصى حاجه تبقى على حسب. الازرق والاخضر بيبقوا ارخص، الرمادي ممكن تلاقيه اغلى ممكن يوصل ل 1200 جنيه. فانت ما تقللش في كلتا الاحوال عن 800 جنيه لجوز البلاك فيس. الفلل اسعارها رفعت الاسبوع ده عن الاسبوع اللي فات، فما تقللش الفلل عن 300 جنيه. يعني كانت الاول ممكن من 250 جنيه، لا المره دي رفعت شويه، فمن 300 ل 350 جنيه الفلل الخضراء الاخضر والازرق. حاليا بنتكلم على الفلل الاخضر والازرق، ما تقللش عن 300 جنيه للجوز الشغال. ممكن طبعا الزغاليل ممكن تبقى ب 200 جنيه مثلا، فده يعني هيبقى حاجه طبيعيه. معانا برضو الشكري برصاصي. الشكري برصاصي برضو عليه طلب شوية الأسبوع دوت وأسعاره زادت، ما تقللش عن 450 جنيه في الجوز الشغال. الجوز الشغال في الشكري برصاصي ما تقللش عن 450 جنيه للجوز، والصغير هيبقى بحوالي ب 200 250 جنيه. نيجي بقى للفلل الفواتح. الفلل الفواتح مش أقل من 400 جنيه جوز الشغال، والصغير بيبقى حوالي ب 250
جنيه. الفلل اللاتيني بحوالي 500 ل 550 الجوز الكبير، والصغير 300 جنيه. معانا برضو الفلل اللاسوينج مش اقل من 550 جنيه، ممكن يوصل ل 600 و 650 جنيه حسب المستوى بتاعه، والصغير مش اقل من 300 جنيه. الفلل التكساس اقل حاجه تبيع بيها من 600 جنيه لحد 800 جنيه، و ب 300 ل 450 ده الصغير، بس ما تبيعش اقل من 600. برضو في اللي هو الشكري برصاصي الفلل مش موجود كتير، ولكن ما تبيعش اقل من 1000 جنيه جوز لو معاك شكري برصاصي فلل. طيب في برضو اللي هو الريمبو الفلل ما تبيعش باقل من 1200 جنيه. ده حسب درجة اللون طبعا، لان زي ما احنا عارفين ان الريمبوهات الوانها مختلفة. لكن لو حاجات مثلا عندك فايولت مثلا، لا بيعها مثلا ما تقلش عن 1500 جنيه. ده بالنسبة للفلل. معانا برضو الانصاص يا جماعة مستوياتها مختلفة، عشان في ناس كتيرة برضو بتسألني على الانصاص مستويات مختلفة. في مستويات بتبقى شعبي، يعني ممكن ما تبقى مثلا ب 300 ب 400 جنيه الجوز. وفي مستويات بتبقى قريبة من الانجليزي، يعني بيتقال عليها سردة انجليزي، تمام. ده الجوز مثلا ممكن يوصل معاك ل 1000 جنيه 1200 جنيه، فبتكون على حسب المستوى بتاعها. وبالنسبة للانصاص ما تشتريهاش زغاليل عشان تشوف المستوى الحقيقي بتاعها، لان العصفور لما بيبقى عمره مثلا 7 8 شهور بيبتدي شكله النهائي بيبان، وبتقدر تحكم على المستوى. لكن هو صغير شكله ما بيبانش قوي، فانت تشتري الانصاص على وش شغل او شغال. ده بالنسبة كده للاسترالي دوت كوم، يعني ايه مجمل سريع عنه. نخش على الكوكتيلات. الكوكتيل اللاتيني برضو مطلوب جدا على فكرة الاسبوع ده. ما تقللوش عن 1000 جنيه للجوز الشغال، ما تقللش عن كده، وممكن يوصل معاك ل 1200 جنيه كمان. يعني بس انت لو انت يعني تاجر بيتكلم معاك وبتاع وهياخد كمية، ما تقللش عن 1000 جنيه. انا بقول لك اهو، يعني 1000 جنيه اقل من كده يبقى حرام. ف1000 جنيه ل 1200 جنيه حسب المستوى بتاع الطائر. طائر متستف ريشه كويس يبقى ده ما يقلش عن 1200 جنيه الجوز، والصغير ما يقلش عن 800 جنيه. معانا برضو الكوكتيل الحبشي ما تقللش عن 500 للجوز الشغال، ممكن يوصل معاك ل 600. طبعا الحبشي بيبقى زيه الفون، برضو الفون والحبشي نفس السعر، تمام. والصغيرين ما تقلش عن 300 جنيه. الايزابيلات ما تقللش عن 600 جنيه، وبيوصل ممكن ل 700 جنيه الجوز الشغال، والصغير ما تقللش عن 400 جنيه. معانا برضو الكوكتيل المصبعات الغوامق، اقل حاجة 700 جنيه للجوز الشغال، والصغير اقل حاجة 400 جنيه. معانا المصبعات الفواتح، ممكن من 800 جنيه اقل حاجة لحد 900 جنيه، والصغير ما تقللش عن 400 جنيه برضو. معانا برضو المصبعات البصمة والفوتيه. المصبعات البصمة والفوتيه ما تقللش عن 1100 جنيه، وبيوصل ل 1200 جنيه احيانا، وب 600 جنيه الصغير، ما تقللش عن كده. برضو اللي هو الوايت فيس اللي هو برضو يا جماعه اللي هو بيبقى عصفور رمادي ووشه بيكون ابيض، تمام. برضو زيه الايزابيل الوايت فيس، زيه زي ايه الحبش الوايت فيس. الجوز الكبير ما يقلش عن 1000 جنيه، ممكن 900 يعني لو انت ارتضيت بكده، بس ما يقلش، انا في رايي ما تقللوش عن 1000 جنيه. الزغاليل بتاعته ما تقللهاش عن 500. المصبعات الفرنساوي اللي هو الغوامق ما يقلش عن 1200 جنيه، ممكن يوصل ل 1300 جنيه. والزغاليل ما تقلش عن 600 جنيه. المصبعات الفرنساوي الفواتح بتبقى على حسب المستويات، يعني لو حاجات يعني علامات تقيلة شوية ممكن تبقى من 1500 جنيه، اللي هو الكبير، اللي 1500 جنيه الكبير. تبقى داخلة على ان هي تبقى فوتيهات ممكن توصل ل 200 جنيه، تمام. الحاجات الصغيرة لو هي علامات تقيلة شوية تبقى 700، توصل انها تبقى فوتيه مثلا تبقى ب 1000 وايه و300 لحد 1000 ونص. ده بالنسبة للمصبعات الفرنسية. نخش على الألبينو برضو عليه لما على فكرة الجمعة ديت.
ما تقللش الالبينو الكبير عن 2000 جنيه. ممكن ساعات في ناس بتلمه ب 1800 بس ما تقللش عن 2000. والالبينو الصغير ما يقلش عن 1000 جنيه الجوز. ممكن يعلى معاك ل 1200 بس انا بقول لك ما تقلش عن 1000. ده كده خلصنا الكوكتيل. نخش على الروز. الروز الاوبلاين اورنج الكبير في ناس بتلمه ب 1800 و 1700، لكن انا في رايي يعني وفي بيوصل ل 2000 بس انا في رايي ما تقللش عن ال 2000، يعني امسك في سعره لان هو برضو بيبقى مطلوب. والصغير ب 1000 جنيه ما تقللش عن كده. الالبينو الروز ما تقلش عن 900 جنيه، وهو بقى اقصى سعر ليه 1100 جنيه، لكن انت ما تقلش عن 900. بالنسبه للصغير فيه ما تقلش عن 600 جنيه، ممكن يوصل ل 700. الاوبلاين الريد لاتيني ما تقلش عن 1500 جنيه، ممكن يوصل معاك ل 1700. والصغير ما تقللش عن 800 جنيه. برضو في اللي هو الروز اللاتيني. الروز اللاتيني ما تقللش عن 700، ممكن يوصل معاك ل 800. والصغير ما تقللش عن 400 جنيه. الروز الكريمي برضو زيه زي الروز اللي هو اللاتيني ما تقللش عن 700 جنيه برضو. والصغير برضو 400 او 450 جنيه اقصى حاجه يعني ما فيش اسعار اعلى من كده. طيب نخش على الروز العين السوداء. الروز العين السوداء يا جماعه اللي هو ما عدا الاخضر، يعني الحاجات اللي هي الموف، الحاجات الازرق، الكلام ده ما تقللش عن 650 جنيه. والصغير بيبقى بحوالي 400 جنيه. الروز الاخضر اقل حاجه ليه كسعر ما تقللش عن 450 جنيه، ممكن يوصل معاك ل 500. والصغير بحوالي 250 جنيه، ما تقللش عن كده. نخش للفشر. الفشر ما تقللش عن 2000 جنيه للشغال، والصغير ما تقلش عن 1000 جنيه. الفشر العين السوداء ما عدا الاخضر، يعني برضو زي الروز برضو اللي هي الحاجات الازرق، الحاجات الموف، الحاجات دي ما يقلش عن 800 الكبير، والصغير ما يقلش عن 400 جنيه. معانا الفشر الاخضر ما تقللش عن 450 جنيه، والصغير 250 جنيه. كده احنا خلصنا الفشر والروز. نخش على الزبرة. الزبرة اقل حاجة بتبقى مثلا من 120 جنيه ل 150 جنيه الجوز اللي هو الغوامق. الصغير غالبا ما حدش بيبيع صغير في الزبرة دلوقتي، كله بينزل شغال. فالزبرة هتبقى بحوالي ما تقللش انا في رأيي عن 150 جنيه للجوز الغوامق. بالنسبة للفواتح ما تقللش عن 200 جنيه للجوز. بالنسبة للزبرة الأورنج ما تقللش عن 350 جنيه للجوز. نخش على الجاوة. الجاوة الحبشي ما تقللش عن 350 جنيه لجوز الشغال. كله برضو ما بقاش حد ينزل صغير في الجاوة، كله بينزل كبير. الحبشي الجاوة ما تقللش عن 350. بالنسبة للأبيض ما تقللش عن 500. بالنسبة للفون ما تقللش عن 1800 جنيه. ده بالنسبة برضو للجاوة. الحسون ما تقللش عن 1000 جنيه للجوز الشغال. الكناري ما تقللش عن 600، ممكن يوصل ل 800 على حسب المستوى. بالنسبة للجولديان فينش سعره بيبدأ من 2000 جنيه لحد 3000 جنيه على حسب المستوى. يعني الحاجات اللي هي الأخضر والأصفر بتلاقيها أرخص شوية، الأزرق بتلاقيه أعلى. يعني هو بيبدأ من 2000 بيوصل ل 3000 جنيه ومش كتير في السوق. برضو معانا الفراولة. الفراولة ما تقللش عن 200 جنيه، بيوصل ل 250 أحيانا. والبنجاليز برضو ما تقللش عن 200، في ناس بتبيعه ب 250 و 300 انت وحظك يعني. بالنسبة لليمام الماسي ما تقللش عن 400. طائر الماينة 300 جنيه الجوز. والريدرام. الريدرام يا جماعة في مستويات، اللي هو الريدرام العادي من 1000 جنيه ما تقللش عنه، ممكن يوصل 1500 حسب مستواه. والاوبلاين منه بيوصل لحد 2000 جنيه 1800 جنيه برضو على حسب المستوى. بالنسبة للدرة. الدرة الهندي. الدرة الهندي أقل سعر ليها 4000 جنيه، ممكن يوصل معاك لحد 5000 جنيه لو الطائر ما فيهوش غلطة. ده للجوز الشغال. الزنجباري أقل حاجة ليه 13000 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب10.
وفي ناس بتبيعه ب15 وممكن يوصل لأعلى من كده، في ناس بتبيعه ب18000 جنيه كمان. ليه كل الأسعار المتضاربة دي؟ على حسب هل هو صيد، هل هو بري. مثلا لو هو مثلا عمال يجعر كتير مش واخد على الأسر، أصل في ناس بتصطاد على فكرة البغبغانات دي وبتبتدي إن هي توردها، فبالتالي بقى البغبغان لسه مش متعود على البشر، فبيبقى ممكن كمان يكون عيان، ممكن يكون في أي حاجة، تلاقي عيشه متبهدل وكده، ده بيبقى رخيص. لكن البغبغان اللي هو أليف واخد على الناس، ما بيجعرش، بيتكلم كلمات، متعود، بيقف على الإيد، الكلام ده كله، لا بتلاقيه سعره غالي، ممكن يوصل ل 18000 جنيه كمان. ده بالنسبة، ده كده ملخص الأسعار بتاعة النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا منها، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل الفيديوهات الجديدة. وأتمنى تلتزموا يا جماعة بالأسعار، إحنا في دخلة الموسم، يعني ما تبقوش خفاف كده في البيع، لا اتقلوا وحاولوا ان انتوا تلتزموا بالاسعار اللي انا قلتها لكم دي. انا بعمل لكم والله الفيديوهات دي علشان اوعيكم وعلشان محدش يضحك عليكم. دمتم في رعاية الله، واستنوني بإذن الله في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.